في مدينة صغيرة تقع بين التلال الخضراء، كان هناك رجل يدعى عادل. كان عادل معروفا بسيره على الأقدام من دون سيارة، مرتديا ثيابا قديمة وبالية. كان الجيران ينظرون إليه بنظرة مليئة بالسخرية، يتهامسون فيما بينهم ويضحكون كلما مر بجانبهم. كان عادل فقيرا بلا مال يذكر، وحياته كانت بسيطة بشكل يفوق الوصف. لكنه لم يكن متضايقا من فقره، بل كان فخورا بنفسه، لأن لديه ما لا يمكن للمال شراؤه: الكرامة. لم يكن يبحث عن رضا أحد، ولم يكن يهتم بما يظنه الناس عنه. اعتاد على السير كل صباح تحت ظل الأشجار الوارفة، يتفكر في الحياة ويتأمل فيما حوله. كان يجد في تلك اللحظات هدوءا وسكينة تملأ قلبه. وعندما يسأله أحدهم لماذا لا يسعى لتحسين حاله، كان يبتسم قائلا: الغنى هو غنى النفس، وليس غنى الجيب. في أحد الأيام، اجتمعت المدينة لحضور مهرجان سنوي، حيث عقدت مسابقات في مختلف المهارات. قرر عادل المشاركة في مسابقة الإلقاء الشعرية، وهو الشيء الذي لم يكن أحد في المدينة يعتقد أنه يبرع فيه. عندما جاء دوره للوقوف على المسرح، وقف شامخا وألقى قصيدة ملأتها الحكمة والعبر عن قيمة الإنسان الحقيقية، وعن أهمية الروح على المادة. أبهرت كلماته الحضور، وأثار فيهم مشاعر لم يتوقعوها. بعد انتهاء المهرجان، لم يعد الناس ينظرون إلى عادل بنفس الطريقة. بدأوا يرون فيه شخصية ملهمة، وأدركوا أن السخرية التي كانت تصدر منهم لم تكن سوى انعكاس لنقصهم وفهمهم السطحي للأشياء. ومنذ ذلك اليوم، أصبح لعادل مكانة مميزة في قلوب الجميع، كرمز للكرامة والطمأنينة الداخلية، بعيداً عن مظاهر الحياة الفانية.